جميعا نعرف أن 2011 أو ثورة 2011 عرفت بامتياز بأنها ثورة المرأة. هذه الثورة التي استندت إلى إرث نضالي تاريخي للمرأة في جميع أنحاء العالم، في الشرق الأوسط، في سوريا، في أجزاء كردستان الأربعة، واللي منها روجا آفا اللي كانت تشهد حركة نسائية ضمن الأحزاب السياسية منذ نشوء أول تنظيم سياسي في روجا آفا. الجميع يعلم بعد 2011 منظمات مجتمع مدني كثيرة، منظمات نسوية، تنظيمات، لكن هل هناك استراتيجية للعمل النسوي المشترك؟ لا، رغم الجهود المبذولة التي تبذلها وبذلتها كل هذه التنظيمات والحركات والمنظمات، إلا أننا وجدنا أو لمسنا أنه ليس هناك استراتيجية لعمل نسوي مشترك في شمال وشرق سوريا، برغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها المرأة وما تزال تقدمها، بداية من وحدات الحماية، حماية المرأة، وحدات الكرامة والشرف التي رفعت اسم المرأة في شمال وشرق سوريا عاليا، المرأة الكردية، ثم معها يدا بيد المرأة السوريانية، المرأة العربية، المرأة الألمانية، المرأة الآشورية، كل مكونات، واعذروني إذا نسيت أحد، كل مكونات شمال وشرق سوريا معا لحماية الأرض والكرامة والمكتسبات التي تحققت بفضل هذه التضحيات. الحربين العالميتين الأولى والثانية، يضاف إلى ذلك أزمة الصين وتايوان والصراع بين الكوريتين والتناقضات بين الدول القومية الجارة في شرق آسيا المطلق وحمايته لها كولي أمرها، لتتحول إلى كائن تابع وخادمة بلا أجر ووسيلة جنسية لا أكثر. وبهذا الشكل فإن الوضع الذي زجت فيه المرأة في الأسرة الأحادية الجانب قد جعلها لا تعيش حياتها الاجتماعية الحق لها، وتم إقصاؤها من كافة النشاطات السياسية والعلمية والثقافية، بالإضافة إلى أنه حد من فرص وإمكانيات إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشاكل التي تعانيها المرأة. بالافتتاحية أكدوا على شو السبب الرئيسي اللي يخلينا نكتب عقد اجتماعي خاص بالمرأة. كإكمال يعني للفكرة وللذراع والسبب اللي يخلينا نكتب عقد اجتماعي خاص بالمرأة هو إنه النظام الموجود بشكل عام يعني بالعالم، جميع الأنظمة محتكرة على الرجل، والرجل يتحكم بكل نواحي الحياة السياسية، الإدارية، الثقافية، الاجتماعية، التربوية بشكل عام. يعني هناك سيطرة وتسلط ذكوري على الأنظمة الموجودة في العالم. فالإدارة الذاتية طبعا يعني تشكلت برؤية نسائية وبرؤية جديدة، رؤية تحركية، لكن هذا لا يعني بأن مجتمعنا تحرر من كل العادات والغوالب الذهنية التي ما زالت مسيطرة على مجتمعنا، على حتى الأحزاب السياسية، حتى على الفئات الاجتماعية. يعني كنساء من أجل مواجهة التحديات، من أجل ترسيخ حرية المرأة كثقافة في المجتمع، من أجل حماية حقوق النساء التي يتم انتهاكها من قبل يعني العادات والتقاليد والمجتمع بشكل عام، نحن بحاجة إلى منظومة نسائية. المنظومة النسائية ستقوم بتنظيم حياة النساء من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية والثقافية وما إلى هنالك. موسكو والتهديدات التي تطلقها باستهداف أوروبا وأفريقيا ومناطق أخرى في العالم التي تعد مجتمعة بمثابة